هو ابو تريكه طبعا هو زميل وصديق واخ كبير لينا، لعيب موهوب جدا. ما شفناش حاجه منه وحشه على مدار سنين اللي لعبها كوره. فرح ملايين وفرحنا وفرح جمهور الاهلي وفرح مصر كلها ببطولاته اللي جابها سواء للاهلي او مصر. فهو مش غريب عنه مساندته للنادي في وقت في الكبوه زي ما حضرتك قلت كده. يعني في ناس ممكن تيجي في الافراح، يعني تيجي لك في الفرح بس، لكن هو ابو تريكه كعادته في الحاجات الصعبه موجود وبيساند، وقال لي ان شاء الله ترفعوا الكاس. كنا احنا بنتمرن وخرجنا كده كنا بنشرب ميه، فقابلته وسلمت عليه وبتاع، تريكه اخبارك ايه؟ قال لي ايه مالكم ان شاء الله ترفعوا الكاس هناك وبتاع. قلت له ان شاء الله يا تريكه. فهو تريكه شخصيه جميله وبيحب النادي جدا وبيحب زمايله، واهلاوي صميم يعني. فكانت مساندته لفته جميله منه ومش غريبه على ابو تريكه طبعا. فلو مهما اتكلمت من هنا للسنه الجايه مش هديله حقه يعني. فانا شخصيا بحبه، هو كمان بارك لي بعد الماتش وكلمني، وكان هو مساند. انا عايز اقول حاجه، ان هو في الكوره مفيش غير ابو تريكه واحد بس، مش هيتكرر تاني. دي حقيقه، دي حقيقه ولازم كلنا نعترف بيها يعني. على المستوى الفني في الملعب، والسنين اللي انا قضيتها معاه من احسن السنين اللي انا قضيتها في حياتي في الكوره يعني. على المستوى الاخلاقي والادبي، ابو تريكه بره الملعب زي ما حسام قال، في الوحش بيبقى موجود اكتر ما موجود في الحلو يعني. ابو تريكه اول ما حس ان الفرقه محتاجه ان ابو تريكه يبقى موجود، ظهر قبل مباراه الزمالك وجي. يمكن حسام لما كان بيسلم عليه كنت انا قبلها بسلم عليه، وقال لي ان شاء الله برضه هتكسبوا وهتشيلوا الكاس وهترجعوا تفرحوا جمهوركم تاني. وكان بيحفز اللعيبه، ووجوده في الملعب ادى قوه للعيبه اللي كانت موجوده، وده اللي احنا متعودين عليه من ابو تريكه.